بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تحنا في حلقة جديدة إن شاء الله لإنزال بعض العينات من الأحجار السوداء. وهذه الأحجار مشاهدينا الكرام فهي تشبه كما قلت على حد تمام كما كنقولوا، وهي عينات يعني من الهيماتيت، وربما من الهيماتيت مشاهدينا الكرام. هو كاين الهيماتيت مشاهدينا الكرام مع مقارنة مع أحجار تشبه النيازك. وجدت معي واحد العينات صراحة حتى هو من الكوارث. هاد العينات هادو يعني وجدتهم هاد الجولة اللي قمت بها يعني وعدم تسجيلها. يعني هاد الأحجار هادو بغيت نبارطاجيو معكم، وهي باقا يعني كلها باقا تراب، يعني عامرة، يعني ما غسلتها ما والو. فقلت أنا نشتركها مع المشاهدين ديالي الكرام، وأترك لكم الرأي إن شاء الله يعني في هذه الأحجار. هادو عينات أنا يعني المهم حطيتهم وزوميت عليهم باش تشوفوا معايا بشوية ووجه المقارنة أو وجه الشبه بين الهيماتيت والنيازك مشاهدينا الكرام. وغدا إن شاء الله كما تعلمون مشاهدينا الكرام فهي المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي مع فريقه الكاميروني، مع نيجيريا، عفوا مع نيجيريا. نتمنى ان شاء الله مشاهدينا الكرام يعني باش المنتخب المغربي يحقق واحد يعني شي فوز ساحق على نيجيريا. مع العلم يعني نيجيريا يعني لا راه شتو يعني اللعب ديالها، يعني دراري كما كيقولوا هما عندنا دراري فرافر، يعني طياره. وتحنا الدراري بالخطه تبارك الله الذكيه واللعب التكتيكي والجماعي. فان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله مشاهدينا الكرام غدا ان شاء الله. فهي اللي بغيت نقول الحمد لله المنتخب المغربي ولد الركراي بان قلوب المغاربه 40 مليون ديال المغاربه فهم معاكم يساندونكم في هذه التظاهرة الطيبة والتظاهرة الكبيرة الحمد لله الذي يقوم بها المغرب بلدنا الحبيب. وإن شاء الله يعني الفريق المغربي ما غاديش يخيب، ما يخيبناش. يعني هذا نكون على يقين الحمد لله بأن الفريق المغربي ما غاديش يخيبني إن شاء الله. فماذا أقول لكم مشاهدينا الكرام؟ أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش يعني الإعجاب بالفيديوهات والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد، ودعم هذه القناة الحمد لله باش نزيد لقدام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. إن شاء الله اليوم عاوتاني بغا نبارطاجي معكم مشاهدينا الكرام يعني تتمة الأحجار يعني التي تشبه الهيماتيت. وربما أنتم أترك لكم إن شاء الله الرأي مشاهدينا الكرام، يعني واش هو الهيماتيت أو حجر آخر، لأن كاع الأحجار هادو يعني أنا أصنفها هذه العينات بوحدهم التي تشبه الهيماتيت يعني صخور. وهذا الشكل الآخر مشاهدينا الكرام، عندك هذا الشكل وهذا الشكل، وعندك هذا الشكل هذا من الكوارتز. أنا حضرت هذه العينات مع هذه العينة من العقيق الأحمر. يعني هذه العينات هذو وجدتهم مشاهدينا الكرام يعني سواء الحلقة الأولى الفيديو اللي نزلت، وهذا يعني عينات هذو كلهم وجدتهم ان شاء الله بغيت ننزلهم لكم ان شاء الله باش يعني المهم اي حاجه ان شاء الله يعني ابحثوا عليها الا كنبارطاجي المشاهدين ديالي معاها ويقولوا لي الراي ديالهم ان شاء الله. يعني المهم ماشي كنحط هذاك الشيء بكثره لان انا باقي الاحجار مشاهدين الكرام ما منظمهم ما والو، ما موصولين ما والو. فانا قمت بتنزيلهم وتشوفوهم معايا ان شاء الله مشاهدين الكرام. فان شاء الله غادي نبداو على بركه الله لكي لا اطيل عليكم. غادي نبداو بهذا الحجر من الكوارتز مشاهدين الكرام. هذه التشكيله ربما لا أظن كورز، ولكن ربما يكون من المرو أو نوع من العقيق الأبيض مشاهدي الكرام، لأن التشكيلة ديالو فيه عروق، تشكيلة بحال العقيق الطبقي. هذا الحجر هو أبيض الشكل، ربما الشكل آخر من الحجر تشكل فوق هذا المرو أو الكوارث مشاهدي الكرام، لأنه حجر أسود متشكل فوق هذه العينات. هذا سأعود أكبر الصورة باش تشوفوا الحجر عن قرب. هل هو حجر أسود؟ وفعلا مشاهدي الكرام فهو حجر أسود مشكل فوق هذا القطعة من المرو.
ثم هنا مشاهدينا الكرام هذه البقعة السوداء داخل الحجر، لأن الحجر كما تعلمون مشاهدينا الكرام فهو زجاجي أبيض. يعني ربما يكون الكوارث أو المرو مشاهدينا الكرام. الشكل ديال الزجاج الحجر أبيض. هذه هي العينة مشاهدينا الكرام مع هذه الطبقة من الأحجار السوداء فوق هذا الحجر. هذه هي العينة من الكوارث أو المرو مشاهدينا الكرام. ثم أمر على بركة الله إلى هذه الحجر، وهذا يتشكل مشاهدينا الكرام هو يعني حجر أبيض، ربما يكون من العقار الأبيض، إنه يتشكل من حبيبات، يعني كله حبيبات أو فقاعات صغيرة تتشكل في هذا الحجر مشاهدينا الكرام. ربما يكون الكورس أبيض أو العقيق الأبيض. هذا هو شكل الحجر. أنا جبت هذه العينات مشاهدينا الكرام وبغيت نبارطاجيهم معكم. يتشكل من فقاعات مشاهدينا الكرام هذا الحجر، يعني الشكل ديالو غير منتظم. ربما يكون عقيق أبيض أو الكوارث الأبيض مشاهدينا الكرام. هذه العينة. هذه هي العينة الأخرى. ثم العينة الأخرى مشاهدينا الكرام وهي من العقيق الأحمر. هذه العينة فهو عقيق أحمر أو العقيق اليماني. ولا أظنه قطعة من اليشم الأحمر. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. أنا بارطاجي معكم مشاهدينا الكرام هذه العينات، فأتمنى إن شاء الله يعني دعم القناة. يعني واخا يعني كما تعلمون مشاهدينا الكرام فإن الكوارث هو موجود بكثرة. أنا بعض العينات أنا كنحطهم صراحة جميلة جدا، يعني بحال هذا يعني صراحة فهو فص لخاتم مشاهدينا الكرام، يعني أصفر اللون يشبه السترين، خاصو الصقل، وفيه حتى يعني بحال العقيق الطحلبي أو الشجري. يعني بعض العينات كنحطهم من الكوارث جميلة جدا مشاهدينا الكرام، إلا أن الكوارث راه فيه عروق داخل في الحجر مشاهدينا الكرام، يعني ليس صافيا يعني لون واحد، ولكن يمتاز ب يعني تشكيلة داخلية داخل الحجر. داكشي اللي جبت هاد العينة هذه مشاهدينا الكرام. أما راه عندي عينات ديال الكوارث عادية جدا ما كنبغيش ننزلهم في الحلقة. ثم نمر على بركة الله دابا إلى الأحجار. صنفتهم مشاهدينا الكرام عندك الصف هذا، يعني هادو أحجار غريبة مختلفة على هاد الأحجار هادو. فنبدأ على بركة الله بهذا الحجر. هذا الحجر مشاهدينا الكرام عنده مخرج زجاج أخضر، يعني فيه فجوات، يعني بحال الحجر الإسفنجي، يشبه الحجر الإسفنجي مشاهدينا الكرام، يعني مليء بالثقوب. يعني هذه كلها ثقوب، يعني حجر كله مليء بالثقوب. يعني الإخوة لا كان شي واحد عارف في النوعية من هاد الأحجار هذا، يعني إلا أنه الفوق ديالو تشكيلة ديال زجاج دائب فوق هذا الحجر أخضر مشاهدينا الكرام، يعني غير شفاف، يعني شفاف ولكن غير يعني فيه هذه البقع من الترسبات مشاهدينا الكرام. هو يكون نافذ للضوء
لأن اللون ديالو أخضر، يعني يكون نافذ للضوء مشاهدينا الكرام. إلا أن الشكل ديالو بحال هكا مشاهدينا الكرام. هذا كاين عينات عندي من هذا، عندي هاد العينة هذه مشاهدينا الكرام، وعندي العينة الأخرى. هذا يحتوي على هذا الصدأ وعلى هذه البقع الصفراء الكثيرة مع زجاج أسود. هذا مشاهدينا الكرام هذا أخضر وهذا أسود. يعني الغريب في الأمر في هذه الأحجار أن هذا خارج منه هذه العينات الصغيرة زجاجية سوداء مع بقع صفراء، وهذا أخضر وفيه هذه الثقوب الكثيرة، يعني أو البصمات أو النقوش مشاهدينا الكرام. يعني هذا ثم نمر على بركة الله إلى الحجر اللي وريتكم دابا، اللي منه هو هذا مشاهدينا الكرام. هذا الحجر، يعني هذا الحجر فيه هذه البقع الصفراء. نحاول نقرب الصورة مشاهدينا الكرام باش نشوفوا الحجر عن قرب. لا أظنه صدأ مشاهدينا الكرام. هذه البقعة الصفراء. ربما مشاهدينا الكرام هذه بحال طبقة محروقة، عفوا، وهو يعني لا أظنه زجاج، إلا أنها طبقة منسهرة رقيقة جدا، يعني محروقة، ليس زجاجا. عفوا مشاهدينا الكرام، ربما لا أظنه كذلك. ربما طبقة منسهرة رقيقة جدا مشاهدينا داخل عمق الحجر، إلا أن الحجر يعني فيه هو ثقيل. هذا الحجر هذا هو صخري. نحاول أبعد الصورة مشاهدينا الكرام شوية. هذا الحجر مشاهدينا الكرام فهو صخري معدني، إلا أن هذه طبقة منسهرة سوداء مع هذه البقع الصفراء مشاهدينا الكرام، وهذه طبقة منسهرة يعني صدأ. ما بقى واحد طبقة منسهرة هنا رمادية قليل جدا فيها مشاهدينا الكرام الانسهار، وهنا يعني صخري كيبان لكم مشاهدينا الكرام. يعني مع هذه البقعة الصفراء. ثم نمر على بركة الله إلى القطعة الأخرى. عفوا مشاهدينا الكرام، كاين هذه القطعة هذه مشاهدينا الكرام، حتى هي هذا النوع هذا، حتى هو هذا. هذه تشكيلة مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا هنا هذا الزجاج يعكس هذه الألوان. هذه ليس طبقة منسهرة مشاهدينا الكرام، هذه يعني راه باين بلا حجر سميك شوية، ليس طبقة منسهرة كما كتشوفوا، يعني طبقة فوق هذا الحجر مشكل فوقه. جولنا نشوفوا مزيان مشاهدينا الكرام. هنا هذا النوع الأسود، ولا هذا اللون الأسود، ماذا فهو شيء دائب فوق هذا الحجر مشاهدينا الكرام، تشكل كيعطي هذا البريق وهذا اللمعان.
ويحتوي كذلك مشاهدينا الكرام على هذه البقعة الصفراء في الحجر، يعني طبقة مسهرة كما كنقولوا، وهذه الحروق، هذه البسمات. ثم نمر على بركة الله مشاهدينا الكرام إلى الحجر الآخر، وهذه العينة. هذا الأحجار هذو كلهم ثقيلة معدنية مشاهدينا الكرام، فأنتظر الرأي ديالكم إن شاء الله بفارغ الصبر باش تقول لي الرأي ديالكم في هذه الأحجار. فجوات، يعني حجر معدني. هل يكون الهيماتيت مشاهدينا الكرام؟ يعني هذه الأحجار تكون الهيماتيت، يعني طبقة منسهرة ملساء. هذه النقوش، الفجوات، التركيب المعدني مشاهدينا الكرام، فهي كلها علامات استفهام في هذا الحجر. ينقص كما كنقولوا التحليل الكيميائي والفيزيائي مشاهدينا الكرام، وينقص عاوتاني حتى الخبراء او الناس يعني مختصين في هذا النوع من الاحجار يقولوا لنا ان شاء الله واش الهيماتيت مشاهدينا الكرام. لان الهيماتيت كيجيب واحد اللمعه، يعني يشبه النيازك الهيماتيت. والغريب في الامر ان مشاهدينا الكرام يعني بحال التشكيله هذه لكان هيماتيت يعني كيشبه النيازك صراحه. الفجوات، الشكل غير منتظم، الحروق، يعني يشبه النيازك مشاهدينا الكرام. ثم نمر على بركه الله الى الحجر الاخر، وهو هذا. هذه عينة معدنية مشاهدينا الكرام. هذا لا يشبه، ربما تكون قطعة من الهيماتيت مشاهدينا الكرام، الشكل أملس، يعني كيبان واحد اللون بحال البني، يعني أحمر مائل إلى الأحمر. وهذا يعني صراحة دليل على أن الأكسيد ديال الحديد. وبالنسبة للهيماتيت مشاهدينا كيخرجوا منه حتى الأصباغ، يعني الصباغة مشاهدينا الكرام، يعني حتى الصباغة، يعني كيخرجوا منه الصباغة، يعني صباغة حمراء. هي هذه البصمات مشاهدينا، يعني ربما درجة الحرارة ولكن الضغط اللي كيكون في باطن الأرض مشاهدينا الكرام، تشكيل بحال الفجوات وهذه المعادن. هذه طبقة مسيرة رقيقة جدا فوق هذا الحجر مشاهدينا الكرام حتى هو. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر، إلى هذا مشاهدينا الكرام. شوف هذا الشكل تا هو دابا كيف مزيان. يعني كاع الاشكال، يعني كاع الاشكال الخمسه صراحه او العلامات الخمسه مشاهدينا الكرام كتكون في بعض الاحجار، يعني طبقه كما كنقولوا انسهاريه. يعني صراحه بالنسبه للكثافه والوزن مشاهدينا الكرام فهو حجر ثقيل. المظهر مشاهدينا الكرام فهو مظهر شكل غير منتظم، يعني طبقه مسهره رقيقه جدا، فجوات او بصمات مشاهدينا الكرام في الحجر. يعني هذه الثقوب ولا قلبناها هو كله ثقوب مشاهدينا الكرام، مع هذه الترسبات من التربه، يعني الذوبان او التربه مشاهدينا الكرام، يعني كدير هذه الحالات تغير شكل الحجر او شكل القطعه المعدنيه. فما رايكم مشاهدينا الكرام بهذه الاحجار؟ ثم نمر على بركه الله الى الحجر الاخر. هذا هو حجر زجاجي مشاهدينا الكرام. هذه النوعيه دي نزلت نوعيات منها، ربما اظنه من الاوبسيديان، ولكن لا، ربما اظنه من الاوبسيديان او الزجاج الطبيعي، ما يطلق عليه بالتيكتيت مشاهدينا الكرام. هذا الاوبسيديان ما كيجيش فيه هاد لي بوين، هاد النقاط هادو داخل الحجر مشاهدينا الكرام، مع هذا اللون الاخضر الفيروزي مشاهدينا الكرام، فهو نافذ للضوء. هذه النوعيه من الاحجار. فبالنسبه للاوبسيديان مشاهدينا الكرام فهو نافذ للضوء. يعني شكل زجاجي مشاهدينا الكرام اخضر، قلنا الخضوريه ديالو كتبان لكم مشاهدينا الكرام كيفاش
جميلة جدا. هذه هي الحجر الزجاجي مشاهدينا الكرام. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. هذه العينة وهي تتشكل من معادن كثيرة مشاهدينا الكرام. هو حجر يعني هذه طبقة رقيقة جدا رمادية. وهنا كذلك شوف مشاهدينا الكرام يعني يتشكل من بعض الصخور يعني تجمعهم هذه القطع الصغيرة تجمعه مادة ربما الكوارتز يجمعهم مشاهدينا الكرام. هذا الحجر غير نظيف. هذه تشكلت من الصدأ. حجر يتشكل من حبيبات صخرية أو حبيبات معدنية والعلم لله مشاهدينا الكرام في هذا الحجر. ثم عفوا مشاهدينا الكرام ثم نمر على بركة الله إلى هذه القطعة الصغيرة. هذا التشكيل تا هو التشكيل ديالو بحال جمع بزاف ديال المعادن مشاهدينا الكرام. يعني بحال التربة اللي لصقات فيه وهو شكل معدني تا هو. هذه الطبقة المنسهرة كلهم هذه الصخور بقى بلا نظافة مشاهدينا الكرام. ثم لكي لا أطيل عليكم مشاهدينا الكرام الفيديو طويل، هذه العينة صراحة مشاهدينا الكرام هي لامعة. يعني هذه الطبقة اللامعة مشاهدينا الكرام فهي طبقة منسهرة رقيقة. فضية مشاهدينا الكرام. يعني الشكل ديال الحجر فهو معدني. تكون قطعة صغيرة من الهيماتيت. مع العلم أن الهيماتيت كيكون فيه واحد اللمعان أشد لمعانا من النيازك مشاهدينا الكرام. يعني بالنسبة للنيازك فالطبقة المنسهرة ما كتخليش لامع مشاهدينا الكرام. الطبقة المنسهرة كتخليه يعني اللون غير لامع مع مقارنة مع الهيماتيت. ثم نمر العينات هادو مشاهدينا الكرام فهذه كلها عينات تتشابه. أحجار ثقيلة بحال العينات اللي دوزت في الحلقات الأخرى مشاهدينا الكرام. ثم العينة الأخرى هذه طبقة هي حجر محروق منسهر مشاهدينا الكرام. يحتوي على هذه البقع البيضاء ربما من الصخور الدائبة في الحجر بشكل غير منتظم.
الحجر ثقيل، مع هذا اللون الأحمر فيه. فجوات يعني باش ما كان أنتظر رأيكم مشاهدينا الكرام في التعليقات. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. هذا الحجر هو يعني كل ما عينت مشاهدينا الكرام تتشابه. فهو يحتوي على صخور هذه البقعة الصفراء مشاهدينا الكرام. هذه عينة، ثم نمر إلى العينة الأخرى إن شاء الله. هذه عينة أخرى مشاهدينا الكرام، كل هذه أشكال حديدية. هل يكون الهيماتيت؟ نحاول نسرع الفيديو مشاهدينا الكرام. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. هذه العينة كلها أشكال، كلها معدنية مشاهدينا الكرام، أشكال غير منتظمة، حروق، رسمات، شكل هذا يعني هذه المسام. هذه الطبقة المحترقة مشاهدينا الكرام. هذا الحجر ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. هذا كل عينة تتشابه مشاهدينا الكرام. من الأخوة المشاهدين واش هذا هو الهيماتيت؟ يعني نقول لهم إن شاء الله واش هذا هو الهيماتيت ولا لا. ثم هذه العينة، هذا لون أحمر صدئي. ثم نمر إلى العينة الأخرى مشاهدينا الكرام. هذه عينة أخرى عاوتاني، الشكل كيفاش جاي غير منتظم، حروق، فجوات، ثقوب مشاهدينا الكرام. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر مشاهدينا الكرام، إلى هذا. كل هذه الأحجار مشاهدينا الكرام ثقيلة جدا. هل يكون الهيماتيت مشاهدينا الكرام؟ هذا كل هذه ذوبان. ثم نمر على بركة الله إلى هذا الحجر. يعني بصمة كبيرة جدا هنا على الحجر، كانت تهرس من هنا وكانت هذه ثقب في الحجر، يعني فقاعة داخل الحجر مشاهدينا الكرام. ثم نمر إلى الحجر الآخر مشاهدينا الكرام، إلى هذه النوعية الأخرى. فهو نوع حاله مشاهدينا الكرام، يعني نوع واحد، أحجار ثقيلة معدنية. ثم هذا الحجر، هذا اللي غريب عليه بشوية مشاهدينا الكرام، لا يشبههم، عفوا. هذه العينة مشاهدينا الكرام، فهو سطح محترق، يعني ما فيش هذاك اللمعان، يعني شكل غير منتظم. هذه الثقوب وهذه المسامات، هو شكل معدني صخري.
ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. هذه العينات هو هذا اللون هذا اللي كيخلي ربما يكون هذا من الهيماتيت مشاهدينا الكرام. هذا اللون العلمي لا يعني ربما هذا يعني صدأ أو نسبة الحديد كثيرة في هذا المعدن من الأحجار. هذا الشيء كيخلي هذا اللون هذا، هذه البقعة الحمراء. ثم العينة الأخرى مشاهدينا الكرام هذه يعني تشكيلة، شوفوا مشاهدينا الكرام هذا الشيء هذا يعني عينات وحدين هادو، يعني قاعد العينات اللي حطيت هنا مشاهدينا الكرام هادو كلهم هادو حجر واحد، نوع واحد. وهذا اختلاف يعني الأحجار اللي قلت لكم يعني كيخجر حجر سوداء، الزجاج أخضر كيخرج من واحد النوع من الأحجار. داكشي مشاهدينا الكرام عفوا. هذه هي النوعية ديال الأحجار مشاهدينا الكرام اللي بغيت نبارطاجيها معكم إن شاء الله. هذه العينات ماذا أقول لكم مشاهدينا الكرام؟ أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.